بعد خروج انفانتينو وحديثه على مشروعه اللي راه فيه هو ثوري لكرة القدم، جميع اتحادات كرة القدم الأوروبية تتفق أنها باش تقاطع أي مسابقة تابعة للفيفا، كأس عالم، كأس عالم الأندية، أي حاجة تابعة اسم الفيفا، في حالة أنه انفانتينو كمل في المشروع متاعه. وزاد كونكاكاف اللي هو اتحاد أمريكا الشمالية والجزر الكاريبي وأمريكا الوسطى رفض فكرة المشروع تماما. وحتى نائب رئيس انفانتينو اللي هو رئيس الاتحاد الآسيوي هاجمه، كان رافض الطريقة اللي كان يتصرف بها جياني في تحديد مهلة ما تجاوز 53 يوم، وكأنه يهدد في الاتحادات بتقليل الأرباح متاعهم في حالة أنه ما يصوتوش للمشروع متاعه. وبالطبيعة الاتحاد الافريقي باش يعمل اجتماع الاسبوع القادم كي توفى الحكاية ان شاء الله. وعلى فكرة راهو جاني انفانتينو قاعد يطمع في الاتحادات اللي هما 211 اتحاد بفلوس، نحكيو على برشا فلوس بالنسبة لبلدان معينة، نحكيو على 40 مليون دولار كل اتحاد يصوت في المشروع الجاني، ويحتاج كان 50% من الاتحادات باش يمرر القرار.